ريال مدريد يسقط برباعية قاسية أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية. وتصريحات قوية من المدرب تشابي ألونسو تشعل الجدل. قبل ما نبدأ، لا تنسوا تدعمون بلايك للفيديو واشتراك في القناة، وإلى نبدأ. شهدت جماهير كرة القدم حول العالم مفاجأة كبيرة بعد أن تلقى نادي ريال مدريد هزيمة ثقيلة على يد باريس سان جيرمان برباعية نظيفة في نصف نهائي كأس العالم للأندية. هذه الخسارة فتحت الباب أمام الكثير من التساؤلات، لكن المدرب تشابي ألونسو ظهر بعد المباراة بتصريحات واثقة ومليئة بالواقعية والطموح. ألونسو قال بكل صراحة: أغادر اليوم وأنا على يقين من كل شيء. هذه البطولة كشفت لي الكثير عن هويتنا، عن إيجابيات اللاعبين، وتشكيلة الفريق، واللاعبين الذين نحتاج لضمهم، والتغييرات التي لا بد من القيام بها. الموسم المقبل سيكون مختلفا، وأنا متأكد تماما من ذلك. بهذه الكلمات، أظهر ألونسو أنه لا يهرب من المسؤولية، بل يعترف بحجم العمل المطلوب لإعادة بناء الفريق. وعن تفاصيل المباراة، أوضح قائلاً: أردنا أن نبذل جهداً كبيراً في اللقاء، لكن بعد الدقيقة 10 تغيرت نظرتنا للأمور. الأهم من النتيجة هو إدراك الفجوة التي نحتاج إلى سدها. هذه المباراة تمثل نهاية الموسم، وليست بداية الموسم القادم. ويبدو أن المدرب الإسباني يعتبر هذه الخسارة خطوة ضرورية لفهم ما ينقص الفريق، وليس مجرد سقوط في مسيرة النادي. وأضاف أيضاً: سنستفيد من هذه المرحلة، لأننا، وبغض النظر عن النتيجة، كنا نمتلك لحظات جيدة. حتى إن بدا من الصعب تفسير ذلك الآن. وعن الأداء، أقر بصعوبة الموقف قائلاً: الوضع أصبح معقداً بعد 10 دقائق فقط. باريس مشروع يعتمد على الوقت، ونحن ما زلنا في بدايته. الرغبة في الشجاعة لا تكفي، يجب أن نحسن إدارة اللحظات الحاسمة. لم نكن في أجواء المباراة، وهدفهم الثالث قبل نهاية الشوط الأول كان ضربة موجعة. وفي ختام تصريحاته، قال بثقة: حتى عندما كنا متأخرين بهدفين، كانت لا تزال لدينا فرصة. لكن علينا أن نعترف بأن مستوانا لم يكن كافيا، وعلينا أن ننتقد أنفسنا ونعود أقوى. هذه ليست النهاية، بل بداية طريق جديد. هذه التصريحات تظهر بوضوح أن ألونسو لا يرى في هذه الهزيمة نهاية، بل نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل، وأن مشروعه مع ريال مدريد لم يبدأ بعد بالشكل الحقيقي. إذا أعجبكم هذا النوع من المحتوى، لا تنسوا دعمنا لايك للفيديو، اشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. اكتبوا رأيكم في التعليقات. هل تعتقدون أن تشابي ألونسو هو الرجل المناسب لقيادة ريال مدريد في هذه المرحلة؟ وهل الفريق قادر على العودة للمنافسة الموسم المقبل؟